الكثير منكم يسمع عن كرم الدواسر انه فطري. انا اذكر مرة يمكن 1415 وحوله، كنا مربعين بالخور، خور معشر. المراد يوم اذنا المغرب، يوم درينا ويجينا واحد عامل معه غضارها الكبر، غضارة كبيرة حليب. المهم شربنا وملينا قدورنا. يوم صلينا المغرب راح واحد من اخويانا يوديها للرعية العزبة. سأل واحد من اخويانا السوداني، قال من معذبك؟ قال دوسري. انا على حسب علمي يعني ذاك الوقت كلام انا صغير، اعرف اللي يعني يجون بالمنطقة ذي أغلبهم يعني عتبان ومطير، هم راعين البل يعني اللي يجون للمنطقة ذيك على حسب علمي. الصراحة يعني ما قد أحد جانا وهو اللي عرض علينا الحليب أبد، يعني حنا كود وحنا نروح نطلب. والصراحة كبرت، يعني قلت فعلا يعني على ما سمعت الدواسر ذولا يعني شوف راح، لأني أعرف أنا أن الوقت ذا وقت صعب على رعي البل. شوف تفضى روحه وفضى وراح يجيب الجيرانه الحليب. المراد بعد سنين أنا توظفت بالأفلاج. شوف قسما بيت الله أنا توظفت بالأفلاج، داومت بالأفلاج وداومت بالرياض وداومت بحوطة سدير، ولا بقصور بأحد. شفت كرم لا نظير له بالأفلاج عند الدواسر، لا من بدو ولا من حضر. والله العظيم يكاد اني يعني اغلب البيوت دخلته، اللي يذبح لك ذبيحه، اللي يقهويك غصب وقت تصلي باي مسجد لازم تقلط. قصيمي يموتون بالقصمان موت هالليله. على الافلاج عموما، الحمر، الهدار، شو اسمه، ستاره، ليلى، اهل العمار. المراد شوف عندهم الوقت، أنا وش اللي ذكرن عندهم الوقت ذا، عندهم يسمونها الميقعة، أكلة يحطونها بالميقعة بالتنور، أكلة لذيذة والله لحنيني. شوف أنا قصيمي وأموت بالحنين، والله لحنيني ولا شيء. التنور ذا طبعا هو قريب من حنيني لكنه أكلة ثانية، قسما بيت الله ألذ طبخ بالعالم، ويتميزون به، يعني كثير منهم يتميز به.